اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب القلب؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير يا احلى متابعين في الدنيا. وهنا بصوا شايفين الجمال عدى الكلام، بجد الفيديو بيتكلم عن نفسه. اول بقى ما الشتا بيبدأ كده والسقعة، لازم بصوا كوباية الشعرية اللي بتدخل في القلب دي، بجد بتخلي، بجد بتدفي جدا، بيبقى طعمها حلو قوي. وهنا عندي طاسة، حطيت بقى في الطاسة زيت، ممكن تحطي سمنة او زبدة او المادة الدهنية الموجودة عندك، ونزلت كده في الشعرية تقليب مستمر لحد ما طلعت معانا باللون الجلد التحفة ده. هنزل دلوقتي بالسكر، والسكر على حسب الرغبة. هنا هنزل بأربع معالق من السكر. بصوا بجد كان طعمها حلو قوي. يا بقى لو كنتوا شامين او حاسين الطشة دي، كوباية من المية، هسيبها بقى اللي هي تتشرب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنا بصوا مفرفرة ولا بصوا مفرفرة ولا معجنة ولا اي حاجة، بصوا تحفة. هنزل بقى بكوباية من اللبن. بصوا الجمال عدى الكلام، بصوا القمر، بصوا الحلاوة. بجد كانت حلوة قوي، عايزاكم تجربوها يا احلى متابعين في الدنيا. وهنا بقى دلوقتي هغرفها، بجد كانت تستاهل بقكم. هنا بقى كنت عاملة ليا شعرية باللبن. سفيان ابني مش بيحب يعني اللبن مش بيحبه زي ما بيقولوا. هنا بقى عملت شعرية باللبن. وهنا بقى عملت له شعرية بس كده من غير لبن، بجد كانت حلوة قوي. هنا بقى بقول لكم ما تنسوش اللايك يا حبايب القلب.